العراقي في خلال هذا التقرير السيد ناجح حمود، وأيضا من خلال تقرير الزميل علي أحمد قال بأن الوفد العراقي المتواجد هناك في الكويت لم يبدي أي مفاجأة وأي استغراب من هذا القرار. إذا هو بشكل نوعا ما مبطن، هل هو كان يعرف بهذا القرار؟ هو راض عن هذا القرار أم ماذا؟ لا أعتقد هذه نقطة سلبية تسجل على الاتحاد العراقي لكرة القدم. نعم. كان يفترض أن يعترضوا بصوت عالي على اعتبار أن الملف العراقي ملف متكامل. إذا كان الحديث عن الأمن فالبصرة واحدة من أفضل المدن العراقية أمنا. إذا كان الحديث عن قضية الاتحاد الدولي وضرورة موافقته على البطولة، فأصلا هي بطولة الخليج بطولة غير معترف بها بالنسبة للائحة الفيفا السنوية. نعم. لذلك أعتقد هذه الشروط غير مقبولة. كان يفترض بالأشقاء في الخليج أن يقدموا الدعم للعراق كي يستعيد عافيته، كي يعود من جديد لاحتضان البطولات والمنافسات، بل حتى أن يكون ذا أثر إيجابي على الشارع الرياضي، على البنى التحتية العراقية. لكن للأسف لم تقدم هذه المساعدة يوم احتاجها العراقيون. وقبل ذلك أن يكون هناك أيضا موقف من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي كما سبق وذكرت لم نشهد من خلال هذا التقرير أي موقف بالفعل معارض لما سبق واتخذ القرار فيه. على كل حال سيدي، في أيلول سبتمبر العام الماضي أمناء سر الاتحادات الخليجية اجتمعوا وأرسلوا وفد من المهندسين للعراق لدراسة وضع المنشآت والفنادق، وقرروا الاعتماد على تقرير هذه اللجنة. على أي أساس اليوم اختلف الأمر؟ يعني أمر مؤسف جدا أنه التقارير كانت تشير إلى جاهزية الملف العراقي، استعداد العراق، وصول المدينة الرياضية في البصرة إلى أفضل درجات الاستعداد. لكن أن يأتي اليوم القرار بهذه الطريقة، أعتقد أن القرار به صبغة سياسية واضحة. أعتقد للأسف كان الشعب العراقي، الشارع الرياضي، كان ينتظر من الأشقاء في الخليج أن يكونوا أكثر رياضية، أن يكون الروح الرياضية متوفرة في هذا المجال، أن يقدموا الدعم للكرة العراقية كما قدمت قطر حين عاد العراق إلى بطولة الخليج. خصصت حفل الافتتاح للعراق، تحدثت كثيرا عن العودة العراقية المظفرة. لكن الآن نفاجئ بموقف غريب من الأشقاء في الخليج. للأسف هو أيضا يخالف الوعود التي أطلقوها الكثير من المسؤولين في الخليج الذين قالوا أننا سنأتي مشيا إلى البصرة حتى تنظم البصرة خليجي 21. لكن للأسف الآن الغالبية يبدو كانوا مصممين على نقل الملف إلى البحرين التي أصلا غير مستعدة لتلقي البطولة واحتضانها، وحتى البنى التحتية ليست بمستوى المدينة الرياضية في البصرة التي يجري الاستعداد لها على نحو متميز جدا. نعم، أسألك بعد سؤال آخر. يعني طلب أيضا من قبل أمناء سر الاتحادات الدول الخليجية من الجانب العراقي التنسيق مع الاتحاد الدولي للحصول على موافقته ربما لاعتماد مدينة البصرة بدل من مدن شمال العراق. هل لهذا الأمر ربما علاقة بهذا الأمر؟ أعتقد علاقة غريبة، لأن احنا نعلم أن بطولة الخليج هي بطولة غير معترف بها من قبل الفيفا. فلماذا هذا الشرط بالذات؟ ثم لماذا هذا الشرط؟ أعتقد هي يعني مجرد قضية حتى ينهوا الملف العراقي ولا يجعلوا العراق ينظم البطولة، لأنهم يعلمون جيدا أن الفيفا قد اتخذ قرار منع إقامة المباريات في العراق قبل فترة قصيرة، وليس من المعقول أن يعود عن هذا القرار لأجل عيون العراق. أعتقد هذا يعني مجرد قضية تعقيدية، أو مجرد أنه حتى يبعدون العراق عن تنظيم البطولة الخليجية. كان يفترض أن يكونوا أكثر مرونة في هذا الجانب. على كل حال المسؤولون في البصرة لم يلمحوا أبدا إلى أي شيء له علاقة بعدم الاستعداد، وكما يقال يعني يا خبر اليوم بمال غدا سيكون من دون فلوس وببلاش. سنعرف لماذا تم هذا النقل. على كل حال شكرا جزيلا لك السيد عدنان لفت، الإعلامي الرياضي، كنت معنا مباشرة من بغداد. شكرا جزيلا لك سيدي.